كان في راجل عجوز كان بيروح يقف وقت الظهر قدام مطعم معين، وكان يستنى اول ما المطعم ده يتملى زباين يخش جوه المطعم وياكل جوه المطعم ويمشي من غير ما حد ياخد باله من المطعم وما يحاسبش. يوم ورا التاني ورا التالت بيعمل نفس المشهد بالظبط، لغايه ما جه يوم وحصل مفاجاه كبيره جدا. في اليوم ده وهو بياكل في وسط الناس، راح واحد من اللي موجودين في المطعم لصاحب المحل وقال له: انا عايز اقول لك على حاجه، شايف الراجل العجوز اللي هناك ده؟ كل يوم بيجي في المطعم وهو زحمه وياكل ويمشي من المطعم من غير ما يدفع ولا جنيه، من غير ما حد ياخد باله، ده بيسرق الاكل. قال له: طب بص، استاذنك استنى لغايه ما المطعم يفضى وتعالى واحنا نتكلم مع بعض. عدى دقيقه 2 3 وخرج الراجل العجوز زي كل مره من غير ما حد يشوفه في المطعم. واول ما خرج جه الراجل اللي سأل صاحب المطعم ده وقال له: انت ازاي سبته يخرج كده النهارده من غير ما توقفه؟ ده انا قايل لك عليه. قال له: تعالى بس انا عايز احكي لك على حاجه وبص للموضوع من وجهه نظر تانية. الراجل ده بني ادم بركه، بيجي على طول يقف وكأن ربنا سبحانه وتعالى اداله سر قدام المحل كل يوم، واحس انه بيقف يدعي ربنا سبحانه وتعالى، وكأن بيدعي ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يبعت زباين كتير في المحل عشان يخش ياكل من غير ما حد ياخد باله. تخيل كده ان الزباين ما بتجيش المحل غير والراجل ده موجود، فيا ابني اقطع رزقه ليه؟ ده ممكن يكون هو سبب رزقي. كل الناس اللي شغاله معاك تحت ايدك واللي انت بتديهم مرتبات كل يوم وبتحاول بقدر الامكان انك تاخد من حقوقهم، ده غلط، لان الرزق اللي انت بتفتحه البني ادم في بيته ربنا بيديك اضعافه. كل الفلوس اللي بتجيلك كل يوم من بيزنس بتاعك او عملك الخاص او الجهه اللي انت شغال فيها بيجيلك عشان الرزق الناس اللي موجوده تحتيك. ما تستكترش على بني ادم رزق ربنا اداهوله، ما تستكترش على واحد مرتب هياخده، ما تستكترش على حد حاجه هتوزعها عليه داخل الشغل. اعرف ان كل حاجه هي سبب في رزقك انت. بص للناس اللي حواليك وقول ربنا يبارك لهم ويزيدهم، لان لما ربنا يبارك لهم ويزيدهم هيزيدك، لان هم سبب رزقك.